السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان تكونوا كلشي بخير وعلى خير. مهم اليوم جيتكم فيديو جديد والاسرار ديال الطباخات كما كيقولوا. المهم اليوم غنعطيكم العطريه ديال الدجاج، واخا يكون مطيبه غير في خيط او لا دجاجه في الدار. احتفظي بهاد العطريه هادي وبقاي ديريها. غيبقى يجيك الدجاج ديالك بحال اللي كناكلو في العراسات او المناسبات. هانتوما البنات، المهم راه ما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. عندنا هنايا خدنجال، اول مكون خدنجال. عندنا هنايا الباديانه، عندنا هنايا القرفه. انا ما عنديش هكاك عواد، درت هذه اللي طاحنه على يدي. هذه لحيه الشيخ كيقولوا لها بالشلحه، تمارت ومغار. هذه الكوزه الصحراويه، هذه الكوزه العاديه، ورق سيدنا موسى، قزبور حبوب، ظهر الفلفل، الحامض الاسود، واحد جوج نديروهم، قعقله والبسيبيسه، واخر مكون هو الزعفران الحر. هادم كتجمعوهم البنات، تنقيوهم، تمسحوهم مزيان وطحنوهم. البنات هاني درتهم في الماكينه باش نطحنهم. كما قلت لكم البنات، هاد العطريه كامله اللي عندها الملحه ديال الصين او ديال الشينوا تزيد واحد المعلقه كبيره، اللي ما بغاتهاش ما ديرهاش. البنات ها هو من بعد ما طحنتها، هي ما شاء الله الريحه ديالها ما شاء الله. المهم بالنسبه لهذه راه بحال مثلا الدجاجه غنديروا تقريبا راس ديال معلقه صغيره ديال هاد العطريه هذه بالنسبه للدجاجه. وبالنسبه اللي غيطيب الكونتيتين كثيره راه غادي يعينوا ميزانه. وبصحه وراحه البنات، نتمنى الله تجربوا هاد العطريه ديال الدجاج وبصحه وراحه.